تعالوا النهارده نعمل بط في الكيس الحراري بطريقه سهله وبسيطه، واي حد ملوش في حوار انه يعمل البط ده هيستسهل الطريقه قوي وهيحبها، لانها طعمها هيدي على حمام شويه، بط محشي شويه معاه خضار، فالاكل هنا متكامله وسهله وبسيطه جدا. هنبتدي خالص من البدايه. هنجيب البطه بتاعتنا، هنغسلها بالميه مره واتنين وتلاته، وننقعها بقى في دقيق وملح وليمون، ولو عندك جنزبيل تمام انقعيها وادعكيها شويه. امسكي الليمون واقعدي ادعكي في جسمها كده والقفص الصدر بتاعها من جوه، ونقعها في المحلول ده او الخلطه دي شويه، على حسب ما وقتك يسمح بقى، من نص ساعه لساعه على حسب ظروف وقتك. وبعد كده اشطفيها مرتين ثلاثه. هنجيب زي صينيه كده على النار ونحط البطه تتشوح على البوتاجاز على نار كده عاليه، تنزل الميه اللي فيها والدم اعزكم الله والحاجات دي كلها لحد ما تبقى تحس ان هي نشفت كده. هتاخدي البطايه وتشطفيها تاني تحت الحنفيه مره واتنين، وبعد كده هنحطها في حله برضو تتشوح تاني، وهنحط معاها مثلا لو جزر، بصل، حبهان، حبيتين قرنفل، مستكه، ملح وفلفل اسمر، سنه قرفه صغيره، وكوبايتين ولا حاجه ميه كده، وهنحطها على النار حوالي تاخد غلوتين كده. انا مش عايزه البطه بتاعتي تستوي، انا عايزه بس اخرج منها شويه شوربه صغيرين واخليها تبقى مجهزه ان هي تبقى لسه يعني 50% سوا. تلت ساعة نص ساعة بالكتير شيلي البطة بتاعتك، تكوني عاملة رز باللي هو بالبصل بالكبد بالقوانص زي رز الحمام كده. بعد ما تقومي حاطة عليه كوباية مية وتسيبيه يبرد شوية، لما البطاية بتاعتك تجيبيها تحشيها بالرز ده. الخضار بتاعي هكون مقطعها كوسة، اقطعها زي مربعات كبيرة كده او صوابع كبيرة، وبطاطس وبصل، كوسه وبطاطس وبصل وجزر. وبعد كده اقلبهم شويه، احط عليهم كل التوابل الحلوه بتاعتي، وفي الكيس الحراري ده احط الخضار بتاعي واحط البطايه اللي انا حشيتها خلاص بالرز، واقفل عليها، امسك الكيس اخرمه واحط في الصينيه اللي انا حطيت فيها البطايه دي كوبايتين او 3 ميه، واحطها في فرن على درجه حراره متوسطه، يعني من 150 ل 170. اسيبها في الفرن بقى لحد ما تستوي. خدي عندك على حسب حجم البطه، كل ما تكبر طبعا البطه كل ما هتاخد وقت كبير في السوا. اما لو صغيره او وسط هتاخد لها من ساعه ونص لساعتين الا ربع. هتطلعيها هتلاقي البطه معاكي زي الزبده. هتعملي بقى لو عندك معلقه عسل كده مع معلقه كاتشب مع معلقه صلصه مع شويه سمنه او زيت، ملح وفلفل اسمر، وتدعكي جسمها كده، تعملي لها زي مساج وتفتحي عليها الشوايه. ولو عندك كمان فحم تعملي لها حركه التفحيم دي، هتبقى حلوه قوي. الحلو في الموضوع ان هي وجبه متكامله. وخرجنا منها في الاول خالص كوبايتين شوربه، لو عايزه تعملي جنبهم شويه ملوخيه كده يبقى احنا مش محتاجين حاجه تاني من الوجبه. وبالمناسبه تفتحي الكيس بقى هتلاقيها اصلا داخله يعني ايه، واخده لون من غير حتى ما تولعي لها الشوايه. تديها اللون اللي انت بتحبيه بقى، سواء بتحبيه احمر غامق كده او بتحبيها فاتحه براحتك برضو، انت سيده الموقف في الموضوع ده. بس الخلاصه اقول لك ان الخضار بيطلع معاكي حلو قوي، واخد بقى من طعم البطه مديه على طعم الحمام. جربوها وهتعجبكم جدا، وبالهنا والشفا.